لو نفسك تبات في الغردقة بس الميزانية على قدها، اسمع مني دي. في مكان اسمه بيت الشباب في الغردقة، وده حرفيا أرخص سكن ممكن تلاقيه هناك في منطقة اسمها الأحياء. وزي ما انت شايف كده في الأسعار بتاعتهم، السرير في الغرفة الرباعية المكيف ب110 جنيه بس، يعني الغرفة كلها على بعضها لو انتوا حجزتوها 4 أفراد ب440 جنيه بس في الليلة، وده بالفطار ودي مكيفة. تعال ناخد كده جولة سريعة في قلب المكان. هتلاقي 3 سراير في ناحية، والناحية التانية سرير لوحده زي ما انت شفت كده في المدخل. وكمان هتلاقي التكييف وميني بار، تلاجة صغيرة وعادة دولاب، وكمان هيبقى معاك حمام في قلب الغرفة. تعال بقى ندخل ونتفرج عليه. دي الغرفة بالظبط الرباعية اللي موجودة هناك في بيوت الشباب. أول ما بتخش هتلاقي قاعدة وكمان حوض وش، وفي كمان هتلاقي الدش على ايدك الشمال زي ما انت هتشوف كده بالظبط. يعني كده غرفة متكاملة فيها كل اللي انت محتاجه، ومن وجهة نظري يعتبر سكن بسيط ولطيف ومناسب للجميع. ويلا بينا بقى ننتقل على الغرفة الثلاثية اللي دي تكلفتها 600 جنيه، والسرير لوحده ب200 جنيه. أول ما تخش فيها تلاقي الحمام زي ما انت شفت كده، وهتخش في وشك هتلاقي ميني بار و3 سراير، وكمان هتلاقي تلفزيون وتكييف. بقى ننتقل لأهم سؤال، ازاي اصلا احجز غرفة في بيت الشباب في الغردقة؟ هتتصل عليهم وتحجز هاتفيا ويقولوا لك على الميعاد المناسب لوجودك هناك، هل في غرف ولا لا. وطبعا متاح الحجز أسر عادي، مفيش أي مشكلة خالص. وطبعا وانت هناك هيعمل لك كارنيه، الكارنيه اللي هو السنة ب80 جنيه والموسمي بيبقى شهرين ب35 جنيه. ده الموضوع.